أيضا العراق استطاع أن ينفذ إلى الكويت من خلال إرسال بعض من أتباعه إلى الكويت للقيام بعمليات. أنا أتصور بأنه أقام بعمليات كثيرة، منها اغتيال الدبلوماسي العراقي ومنها تفجير الأمير. كل هذه المسائل قد يتصور البعض بأنها هي أيضا بترتيب عراقي حتى يثير حفيظة الحكومة الكويتية من التيار الآخر اللي موجود وهو حزب الله. فكل هذه الأمر أكبر من الكويت. الكويت بلد صغير نفطي، يعني لا يمكن أن يفكر تفكير سياسي وأمني بصورة يعني عقلانية. لهذا السبب أنا أتصور أنه مثل ما قلت في بداية أنه لم تقف يعني حتى هذه اللحظة. أنا أريد أن يعني المتخصصين في العلوم السياسية يجتمعون مع حتى الأمنية والاجتماعية لوضع دراسة كيفية التعامل مع الدول الأخرى. يعني لأنه أنا بتصوري المتواضع أنه أثبتت التجربة، لأن يعني الحكومة الكويتية أدخلت أنفها عنوة للكثير من القضايا اللي لا تسمنا ولا تغنينا من جوع. أنا أتصور أنه هو السبب. قد يرى البعض بأنه لابد أن يكون لنا دور يعني في الوطن العربي وفي المنظر الدولي. أنا أتصور نعم، يمكن بوجهة نظر متواضعة أنه الكويت وإن كانت يعني ناجحة خطتها في التعامل مع النطاق الدولي ومشاركتها في المنظمات الدولية ناجحة، لكن التعامل مع القضايا العربية أنا أتصور قد أثبتت فشلها، لأنه بدليل أنه كل العلاقات العربية كلها مخاض أصبحت نتيجته عمليات إرهابية في الكويت. ولن يقرأ الكويتيين حتى هذه اللحظة أنه اقرأوا التاريخ، اقرأوا علاقات. يعني أنا ما يعنيني خلاف منظمة التحرير مع جبهة التحرير العربية عشان يقوم بقتل مرتادي المقاهي الشعبية. شنو همي أنا يعني فليحترق يعني كل أعضاء منظمة التحرير وتحترق الجبهة التحرير العربية وأبو العباس. أنا يعنيني هذا الأمر أنه دولة فلسطينية كل مشاكلهم تصفى بالكويت. يعني لا يعلم الكثير بأنه المسألة تتعلق بدعم يعني المقاهي الشعبية. الكويتيين الضحايا الذين راحوا يعني في هذه المقاهي كلها عن وأساسها، لأنه بصفة شخصية أنا يعني قمت في المرافعة في المتهم في قضية المقاهي الشعبية، وأنه الحقيقة كلها أنه حتى هذا الشخص لا يعلم يعني أنه هو يأتي رسالة عمره 17 سنة يعني برسالة من أبو نضال قم بتفجير المقاهي الشعبية. 17 سنة لما تسأله أنت لماذا قمت بهذا العمل الإجرامي لا يعلم تماما أنه ما هو السبب في القيام بهذا العمل الإجرامي، سوى أنه لكم أن تتصورون القضية أن هناك دعم. يعني الكويت تقدم دعم لمنظمة التحرير لمساعدة الدولة الفلسطينية اللي هي 30 فلس بالسينما في ذلك الوقت لتقديمها للشعب الفلسطيني.